السلام عليكم، ازيكم في بارت 3 من ازاي تعمل في 7 كان على برنامج بلندر. طيب، في البارت دوت احنا هنشوف ازاي هنعمل السيلفر ماتيريال، وهنشوف ازاي نعمل التكستشر ترانزيشن. تمام. وفي البارت 4 هنشوف بقى ازاي هنخلص الفي 7 كان كلها. بارت 4 هنشوف ازاي هنعمل الموشن والكاميرا واللايت. هنخلص البارت ده خالص في بارت 4. تمام. طيب، عايزك بقى تركز معايا كويس في البارت دوت عشان هنعمل حاجتين. اول حاجه هنعمل السيلفر ماتيريال، اللي هو عشان هو في الاول مش هتكون اللي كان عليها الليبل كده، احنا هنخلي السيلفر ماتيريال كله عليها. تمام، على الكان. وبعد كده التكستشر ترانزيشن اللي هو مثلا والكان بتطلع لفوق يقوم الليبل طالع معاها بالتدريج كده. تمام، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. طيب، بص بقى، اول حاجه احنا هنعملها هنروح برضو للشيدر اديتور. وبعد كده انا مخلي لك جنبي هنا الكان عشان تشوف انا بعمل ايه. بص بقى، انت اول حاجه سيبك خلاص من الجزء ده اللي هو الليبل بلندر ليبل اللي هو احنا لسه حاطينه. حلو دوت، سيبك منه خالص، ده خلاص خلصناه. تعالى بقى نعمل السيلفر ماتيريال. هتدوس شيفت A، بعد كده هتروح للبرنسبل بي اس دي اف. تمام، هنا كده شايف بقى الماتيريال اوتبوت. هتفك عشان احنا خلاص خلصنا، احنا عايزين دلوقتي نشتغل هنا. طبعا انا ممكن اعمل كله مره واحده كده ويبقى فيه لعبكه، بس انا بحب يكون المكان منظم. يعني دوت البلندر ليبل ده خلصنا خلاص. بقى نخش في الماتيريال سيرفر، شوف هنعمل ايه. بص بقى، احنا اول حاجه هنا، تمام، شايف الميتاليك هتخليها على الاخر. حلو. وهتدوس شيفت A سيرش ايمج تكستشر، يعني هتجيب ايمج تكستشر وتحطها في البيز كولر وتدوس اوبن. طيب، فاكر بقى الملف اللي هو بتاع الفينجر برينت؟ انت هتلاقيني حاطهولك في تحت برضو في الديسكريبشن. لو ما لقيتنيش حطيته هتلاقيه في الفيديو بتاع بارت 2. تمام. اوبن ايمج، هتدوس اوبن ايمج، هتلاقي كده في فينجر بينت كده حصلت عليها. بعد كده هتدوس كنترول تي. تمام، عشان طبعا يفتح معاك المابنج والتكتشر كوردينيت دوت عشان نعرف نتحكم في شكل الفينجر برينت يعني. تمام. بس في حاجة هنا نسيت تعملها، انت مش هتوصل الكالر بالميتاليك، هتوصله بالجرافيكس. تمام، يعني لازم يبقى معاك بالشكل ده. حلو. طيب، بعد كده هتقوم جاي عند التكستشر كوردينيت هنا وتوصل الاوبجكت بالفيكتور. تمام، يعني معاك بالشكل ده، وتدوس شيفت A وتجيب color ramp تحطها في النص هنا كده. حلو. وهتيجي هنا عند الفلات هتخليها فوكس بالشكل ده. تمام، ممكن تخلي البلند 0.5 مثلا بالشكل ده. تمام. طيب، بعد ما عملنا ال هو الفلات او البوزيشن على البوكس والبلين 0.5، وهتخلي التكشر كورنيت من اوبجكت لفيكتور. بص بقى، هتقوم جاي عند الكالر رام وتدوس كنترول شيفت وتدوس عليها. تمام، عشان تبقى في الكالر رام بس لوحده. بعد كده هتقوم عامل عند الاسود، تقوم رايح هنا عند الاسود وتقوم عامل البوزيشن بتاعه 0.2 بالشكل ده، وتقوم مزود هنا 1 حال عشان يوديك للون الابيض، وتقوم دايس 0.5 عشان يزود لك الابيض. ممكن مش عايزينها تبان قوي يعني، فاهمين كده مثلا. تمام، بعد كده تمام، بعد كده تقوم دايس شيفت A، او احنا خلاص خلصنا كده الكالر رامب خلاص. هتدوس كنترول شيفت وتدوس على برنسبل اس دي اف. هتقوم بقى دايس شيفت A وتختار حاجه اسمها بامب. حلو، وتقوم موصلها فوق هنا بالنورمال وتخلي السترينث بتاعها 0.064 مثلا بالشكل ده. ايوه كده. تمام، وتدوس شيفت A وتجيب حاجه اسمها نويز تكتشر وتوصل الفاكت بالهاي. تمام، وتخلي السكيل بتاعه 700.
وعشان تشوف ممكن تدوس كنترول شيفت على النويز تكستشر بالشكل ده. شايف بقى المابنج اللي فوق ديت، هتدوس شيفت دي وتعمل منها دوبليكيت وتوصل الفيكتور بالفيكتور والاوبجكت برضو بالفيكتور هنا. تمام. بس كده كده احنا خلصنا السيلفر ماتيريال. هتقوم بقى عشان ترجع تاني للفيو بتاعك كنترول شيفت برنسبل بي اس. بس بيحمل يبقى معاك بالشكل ده. حلو كده احنا خلصنا كده، بس انا مش عايز يبقى قوي كده يعني. ممكن تعالوا كده مثلا طبعا بتقلله من البامب او من البامب، ممكن كده مثلا. ايوه كده. تمام تمام كده احنا خلصنا السيلفر ماتيريال. لا بقى بينا نخش على التكستشر ترانزيشن. بس قبل ما نعمل كده تعالوا نظبط الدنيا دي. تقوم دايس هنا كده كنترول جي. حلو، وتدوس ان وتغيرها مثلا تسميها اي حاجة، مثلا ممكن نسميها سيلفر. ايه ده؟ لا مش كده. سيلفر ماتيريال الشكل ده. تمام. هنا كده. يلا بينا نخش بقى على التكستشر ترانزيشن، او يعني التكستشر بمعنى عام. طيب هنا خلصنا الجزء ده. بص بقى هنجيب ده على جنب كده. تمام. وهتجيب حاجة هنا كده في النص، حاجة هنا كده في النص اسمها ميكس شيدر. هتحطها هنا كده في النص دوت. بمعنى صح انت بتوصل مثلا برنسبل بي اس دي اف مع برنسبل بي اس دي اف، يعني زي ما هنعمل كده دلوقتي. يعني شايف ده؟ هنقوم موصلينه هنا بالشكل ده. تمام. هتلاقيه عمل يعني معاك الشكل ده كده. طبعا احنا عايزين نعمل كده علشان لما نعمل الحركة واللي هو الليبل وهو بيطلع بالتدريج تكون كده يعني. تمام. يلا بينا نكمل. طيب بص بقى، هتقوم ده شيفت A وتجيب color هنا. حلو، وتقوم موصلها هنا كده، او هتوصل يعني الكالر. تمام. بعد كده هتدوس شيفت A وتجيب حاجة اسمها ميك كالر، وتقوم موصل اللي هو الريزلت بالفعل بالشكل ده. شايف بقى كلمة A and B أو الليترز A and B؟ هتقوم واخد ال PSF ده تقوم موصله هنا مثلا ب A. غالبا ده مش طيب بص المفروض نبقى نجيب gradient texture عشان نوصلهم هما الاتنين مع بعض، بس دوت هنخليه بره. هتجيب يعني gradient texture وتوصله هنا ب A. تمام. وهتجيب noise texture وتوصل ال color بال B. ايوه كده صح. تمام. بعد كده شايف كلمة 3D اللي هنا ديت؟ هتخليها 4D عشان يطلع لك حرف ال W اللي هنا دوت. W دوت اللي هو ال width يعني. تمام. بعد كده هنقوم جايبين طبعا في حاجة واحدة محتاجين نعملها، اللي في النويز تكشر هتدوس كنترول تي عشان تجيب المابينج والتكشر جرادينت، وهتوصل الاوبجكت بالفيكتور. حلو. والفيكتور هتكون هي كده كده متوصلة بالفيكتور مع النويز تكشر، بس انا هنوصل الفيكتور التانية اللي هنا اللي هي بتاعت المابينج بالجرادينت تكشر هنا كده. تمام. يعني المابينج اللي في التكشر ترانزيشن او في التكشر افكت عموما هيكون المابينج بتوصلها بالفيكتور بتاع الجرادينت تكشر والنويز تكشر. تمام. بعد ما وصلناهم هما الاتنين مع بعض هتقوم موصل برضو الفيكتور مش السكيل بالويدث. تمام. تمام. هتقوم بقى رايح عند النويز تكشر وتدوس كنترول شيفت وتدوس عليه. بعد كده هتقوم رايح عند الكالر رامب وتروح عند البلاك كالر وتخليه 0.4 مثلا 37 بالشكل ده. وتقوم
تقوم رايح هنا ومخلي الوايت، هو كده كده خد الوايت بزيادة، يعني ممكن تخليه 0.5 34 بالشكل ده. طبعا عشان يبان انت بتعمل ايه، هتدوس كنترول شيفت وتدوس على الكالر رامب بالشكل ده. تمام. طيب لو لقيتها معاك لونها اسود خالص كده، مفيش اي حاجه، المفروض اصلا يكون في نص اسود ونص ابيض. تمام. فانت في حاجه هنا في المابينج اسمها لوكيشن، انت مثلا ممكن تخليها 0.4، هتلاقيها عملت معاك بالشكل ده. بس هنا هنظبط شويه حاجات. السكيل في النويز تكشر انت ممكن تخلي السكيل 2، والديتيل مثلا ممكن تخليها 5 مثلا او 6 بالشكل ده. والرفنس ممكن تخليه كده مثلا بالشكل ده. وعندك ايه تاني هنا، ممكن نقلل ده شوية، ممكن مثلا نخلي اللوكيشن يعني كده مثلا. تمام. تعالوا بقى نرجع هنا تاني، دوس كنترول شيفت ميكس شيدر، هتلاقيه عمل معاك. وبص يعني اللي هو نص مخفي، يعني مثلا الحركة تكون كده، اللي هو فاهمين، تكون كده يعني، فاهمين. طبعا احنا مش هنعملها كده، احنا هنعملها اللي هو من فوق لتحت. بس طبعا لو عايزة مثلا من على الجنب ممكن تعمل الحركة دي، بس طبعا مش كل شوية عشان نعمل حركة هنقوم جايين هنا عند المابينج ونفضل نعمل كده. احنا ناس بروفيشنال، ناس بروفيشنال. هنعمل من هنا عادي، من الاوبجكت مود او من اللاي اوت. تمام. بس خليك معايا بس للاخر. طيب شايف كلمة اوبجكت لنا ديت اللي هنعمل بيها الحركة، بس خليك معايا بس. هتقوم راجع هنا تاني كنترول شيفت ميكس شيدر بالشكل ده. طبعا ممكن نرجعها تاني زي ما كانت، او شوف 0.4 بالشكل ده عشان يبقى باين بس هو ايه اللي بيحصل. تمام. كده احنا خلصنا الجزء ده. طبعا مش لازم نرتب كل حاجة، فاحنا هنقوم جايبين كده ده كله ما عدا طبعا ده طبعا، يعني كده كده كنترول جي. وممكن دوت طبعا مش التكست ترانزيشن، ممكن نسميه مثلا تكتشر تكتشر افكت، عشان هو افكت طبعا. طيب بعد كده تقوم عامل ايه بقى؟ طيب بعد ما خلصنا بقى ايه الجزء ده، تعالوا بقى للجزء اللي انا بحبه أوي. تعالوا بقى نعمل، لو نخلي اللي هي الحركة اللي انا لسه موها لكم هنا ديت، تعالوا نعملها هنا بس تكون اسهل. يعني تعالوا بص، تعالى معايا. بص، هتيجي اسيبك بقى من الشيدر دلوقتي، سيبك منه. تعالى هنا، ما هنرجع له بعد شويه. هتدوس شيفت اي وتجيب امبتي، او تروح عند كلمه امبتي هنا وتختار بقى اي حاجه انت عايزها تتحكم فيها. هختار مثلا كيوب، اخليه مثلا كبير كده شويه واطلعه لفوق خالص لحد هنا. حلو. نروح بقى هنا، نرجع تاني للكان بتاعتنا. شايف بقى كلمه اوبجكت اللي هنا ديت عند التكستشر كوردينيت في التكستشر افكت اللي احنا لسه عاملينه. حلو. هتقوم دايس هنا وتختار الاوبجكت امبتي. طبعا هتخلي ده بزيرو. حلو. وتخلي الروتيشن ب 90 عشان يبقى من فوق مش من الجنب. تمام. بعد كده تمام. هو ايه ده اللي عامله من الجنب؟ ماشي. لا مش الاكس. هتخلي بص، هترجع الاكس الزيرو وتخلي الواي هي اللي ب 90. تمام. بص بقى، دي بقى اللحظه المنتظره بقى. بص تقوم عامل كده، تيجي بس ايوه، تقوم بقى نازل كده. بص نازله ايه، بص الحركات. شايف؟ انت لازم تبقى بروفيشنال طول ما انت في قناه بلنتد ات، هتبقى بروفيشنال بروفيشنال. تمام. بص نازله كانها نازله من التلج، مشبره بالشكل ده. طبعا لسه بقى هنعمل الحركه. تمام. بس كده دوت كان نهايه الفيديو. طبعا لسه في بارت 4 اللي هنعمل بقى فيه الحركات بقى والشقلباظات بقى. وممكن في بارت 4 نعمل اللي هي الميه اللي بتبقى عليها دي، فاهمين؟ اللي هي
بتكون طالعة كده من التلج مشبرة وكده. تمام، بس دوت هيكون في بارت 4. تمام. في بارت 3 شفنا ازاي نعمل السيلفر ماتيريال والتكستشر افكت. في بارت 4 بقى هنشوف ازاي هنعمل الحركة والكاميرا واللايتس والطبعا وده اهم حاجة اللي هو الورلد اللي هو الشكل. تمام. وبس كده دوت كان نهاية الفيديو. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب. كان معاكم يوسف من قناة بلندد ات، وسلام.